رجل أعمال سعودي يتحدث ورجل بخير، يقول أنا جدولي اليوم يقوم أصلي الفجر، يقول ثم الأولاد تجهز لي فطوري وتقهوى، يقول على شروق الشمس أركب سيارتي وأروح عندي مزارع أتفقد أحوال المزرعة، يقول وارجع، يقول قبل الظهر أمر أمي أسلم عليها وتقهوى معها وأروح للبيت أتغدى. يقول هذاك اليوم قمت، يقول وصليت وافطرت وتقهويت وقلت لما العيال غيري ملابسي أنا مستعجلة بطلع، قال غيرت ملابسي وحطت لي ملابس جديدة ونظيفة، يقول لبست، يقول وانا اركب سيارتي وجي، يقول معي سيارة جيب، يقول في الطريق ولا احتاج بنزين، قال وانا مر محطة البنزين، قالوا ولا العامل اللي يشتغل في المحطة يمني، قال ويجيني الاخ اليمني، قلت عبي فل، يقول عبى السيارة، جاء دق علي القزاز، قال الحساب يا عم، قلت كم؟ قال 250 ريال. يقول يا جماعة اجي ادور المحفظة حقت فلوسي ادور بوكي ما في، يقول يظهر ان العيال يوم غيرت ملابسي نسيت المحفظة حقت الفلوس ما حطتها في الثوب، يقول يلا والله يوم تورط معها العامل اليمني ما عندي 250. قلت يا ولدي يا والله محفظة فلوسي ما هم معي، لكن تدري، يقول وتلفت ولا هذا جوالي، قلت خلي الجوال عندك أمانة وانا اروح وارجع لك بالفلوس. قال يا عم عيب عيب، انا لي نظرة في الرجال، روح يا عم، وهذه المحطة متى ما مريت على راحتك، ان كاني موجود ولا اعطى الفلوس اي واحد من اللي في المحطة من العمال وقول هذه فلوس فلان، روح يا عم روح الله يستر عليك لا تشيل هم. يقول ولا والله العامل البسيط اليمني هذا، يقول يوم انه هالمسكين يقول غطاني بجميلة طوق رقبتي، قال واروح المزرعة، قال واخلص شغل من المزرعة وارجع البيت، قال وارجع البيت واخذ البوك والقاه على الكمدينة في غرفة النوم، يقول واخذ بوكي، يقول وعلى ماكينة الصراف حقت البنك، قال واسحب فلوس، قال يوم جيت المحطة ولا هذا اليمني يقول جالس مع مجموعة عمال حقين المحطة، يقول يوم شافني يوم ضحك ويأشر على اخوياه وما ادري وش يقول لهم، يقول بينهم هرجة بينهم سالفة، قال ويجيني عاد يا هلا يا عم يا وش معجلك، قلت لا هذا حقك، قال وانا اطلع ال 250 وانا اعطيه، قال شوف اخذ ال 250 يأشر اخوياه، قلت ليش تأشر بال 250؟ قال خوياي العمال بعد ما رحت قاعدوا يتشمتون فيه وقالوا الحين السعودي يلعب عليك يروح ولا يسددك، وحنا الحين في اخر الشهر وحالتنا حاله، يقول ما معنى الريال، وهذا انا اشر لهم اقول السعودي وفي، قال وانا اضحك، قال وانا اطلع 500 ريال، قلت خذ، قال لا يا عم انا ما سويت شيء، قلت والله انت اخذها انا بخير ونعمه وهذه هدية مني لك، انت راعي الاولى ولك جميل علي، وراعي الاولى يقولون الناس الاولين راعي الاولى بالطيب ما يلحق، وانت قدرتني وانت ما تعرفني، وهذه حاجة بسيطة. قال ولا والله اليمني يقول يوم دمعت عينه، قلت وش فيك انا متوقع انك تفرح، قال والله يا عم كأنك داري انا امي متصلة علي بحاجة الى فلوس، وحنا اخر الشهر ورواتبنا ما استلمناها، واليوم جيت وطلبت العمال خوياي ابغى تسلف منهم، كل ما طلبت واحد قال والله ما عندي شيء، اللي عندي الراتب ارسلت لاهلي ولا اكلته ولا ما عندنا شيء، يقول والله اني يدرون زملائي العمال هذول بحالتي، واني الحين جابك الله ال500 هذه والله بحولها لامي. قلت ان شاء الله انك كبار والدين والله بيسر امورك وبينجح مقاصدك. يقول وانا اعشق وامشي، قال وانا اروح لامي على عادتي، قال واجي عند امي وتقهوى، قال واعلم امي بالقصه، قلت يا امي فيها عامل يمني مسكين في محطه هذا ما سوى معي وهو ما يعرفني وقدرني 250 ريال، قال رحت. يقول امي سمعتني، يقول يوم خلصت قالت يا ولدي في حقيبه يدها صغيره هناك، قالت جيب الحقيبه، جيب لي هالشنطه تبعي، قال وانا اقوم انا اجيب لها الشنطه ما ادري ايش عندها، قالوا هي تفك الشنطه، قالوا تطلع بطاقه الصراف حقت البنك، قالت يا ولدي برضاي عليك خذ البطاقه الحين واطلع لماكينه الصراف واسحب 5000 ريال وتروح الحين للمحطه وتعطيها لها اليمني،
اللي بار في أمه وفي غربة وحالته وكريم نفس. قال ابشري. قال وانا اطلع. قالت يا ولدي بس اطلبه يدعي لي. قلت ابشري. قال وانا اطلع ولا مر الصراف اسحب 5000 ريال. قالوا على المحطة. قال يوم جيت المحطة ولا هذا اليمني خوي جالس واخوياه يتغدون في ظلال وحدة من المظلات في المحطة. قال يوم شافني استعجب وقام واخوياه حتى مستعجبين هذا وش رجعه. قال ويجيني يا هلا يا مرحبا وش اخدمك فيه. قال وانا اطلع ال5000. قلت خذ. قال ايش هذه. قلت هذه هدية من امي، انا رجعت وسلمت على امي وتقهويت معها وعلمتها بقصتي انا وياك وحلفت علي اللي اجيب لك ال5000 هذا برك في امك واكيد امك هناك تدعي لك وهذا برك في امك خذ تستاهل وامي تبغى منك خدمة. قال ايش اخدمها. قال امي تقول ادعي لها بس. قالوا يقوم يدعي لي ويدعي لامي. قلت يلزمك خدمة شيء. قال يا اخي كفيت ووفيت انت راعي الجميل علي. قال وانا اعشق وامشي. فهذه احدى القصص اللي تدل على كرم وشهامة ونجدة اخواننا اليمنيين اللي تركوا سمعة طيبة لهم في السعودية ودول الخليج وكانوا خير سفراء لوطنهم اليمن العزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجع اليمن عزيز وسعيد. عز اليمن من عز أمة العرب. وفي أمان الله ولكم تحية.